السلام عليكم. لو انت حاسس ان انت عندك فراغ عاطفي، مش عارف حتى تخرجه في المكان الصح، يعني انت عارف طبعا ان الارتباط مع الجنس الاخر حرام، في نفس الوقت بيستنزف طاقتك جدا، فانت عايز حل وسط. طيب، انت علشان تلاقي الحل ده هيلخص لك كل الكلام ده في مثال واحد. هو ان انت في المرحلة اللي انت فيها، بدل ما انت تفضل تضيع وقتك تطارد الفراشات، حاول تعمل جنينة حلوة والفراشات هي اللي تجيلك. ده بالنسبة للبنت او الولد برضو في نفس الوقت. اغلب الناس بيبقى تفكيرها سلبي بسبب ان هي مثلا بتفضل تفكر ان انا محدش بيحبني، مفيش بنات في حياتي، مفيش ولاد في حياتي الخ. طيب، بالنسبة لده لو ان البشر دي فضلوا على نفس تفكيرهم وجالهم حب حقيقي، مش هيعرفوا يقدروه، مش هيحسن حياتهم فعلا زي ما انتم مفكرين، لان تفكيرهم هيفضل سلبي، والحب ده هيكون بالنسبة لهم مش كفاية. طيب، انت تعمل ايه؟ افتح على نفسك الباب، بس اهم حاجة يبقى بستاندرد معينة، مش تفتح باب لأي حد وخلاص، وتكون عارف ايه القيم اللي انت عايزها وايه الحاجات اللي انت مش عايزها، سواء قيم دينية او دنيوية. في نفس الوقت ما تفتحش الباب على الاخر، سيب ستاندرد. واهم حاجة لو بنت تستنى الشخص المناسب. بالنسبة للشباب برضو، تحاول تشوف حياتها الخارجية، تنزل تتفسح، تذاكر اكتر، تشتغل اكتر. اصل انت فعلا انت لو عايز تحسن الجنينة بتاعتك هتعمل ايه؟ ده اللي بيشد البنات اكتر، او ده اللي بيشد الناس التانية. هو ان انت شخص ناجح، مع ان انت شخص ناجح فانت يعني شخص هتعرف تخلي البنت اللي هتخش حياتك حياتها برضو كريمة، سواء ماديا معنويا. ده علشان انت برضو اشتغلت وشفت ناس واتعاملت ورحت وجيت، فهتعرف ازاي تحل مشكلة لو حصلت مشكلة. ومعنى ان انت تعرف تحل المشكلة ده فيخليك شخص برضو اكثر جاذبية واكثر نضجا. وبس. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة. لو عندكم اي اسئلة اسألوا في الكومنتات وهجاوبكم عليها كلكم. سلام عليكم.